السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص، أنا شاحن الموبايل على الآخر، شاحن المايك على الآخر، إزازة المايه مملية لآخرها، ده معناه إن إحنا قدامنا قعدة طويلة. فأستأذنك اعمل مشروب، هات سناكس، هات ورقة وقلم، اقعد معايا. إحنا هندلع مخنا بشوية أفكار جميلة. إحنا الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت قدرنا نتكلم على التشوهات المعرفية بجميع أنواعها، وقدرنا نتكلم على كل المشاكل اللي بتيجي قبل التشوهات المعرفية. وانا رحلتي هنا الهدف منها ان انا اشاركك اكبر قدر من المعلومات اللي عندي عن ازاي نوصل لحالة السواء النفسي. ولكن جزء من ان احنا نبقى سويين نفسيا ان مخنا يبقى فاهم هو بيتعامل مع المعلومات ازاي. وعشان انا عارف وانت عارف ان اغلبنا لما بيجي يسمع اي مناقشة بين اتنين او اي مناقشة بين مجموعة حتى على القهوة، بيبقى فيه دايما شخص عنده ملكة كلام بتخليك حاسس ان انت مش قادر تغلبه في الكلام لو انت عايز تغلبه، ولا قادر تتناقش معاه، ولا قادر تفهم هو بيقول ايه. ده ممكن يكون بنسبة كبيرة سبب من اسباب ان انا اخترت ان نتكلم في الموضوع دوت النهارده، لان دي حاجة شائعة جدا. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجتين مهمين، حاجة هتاخد وقت قد كده وحاجة هتاخد وقت قد كده. اللي هتاخد وقت قد كده هي التفكير النقدي، مهارة الكريتيكال ثينكينج. انت دلوقتي لو انت واحد من الناس اللي اليوتيوب عندها بسم الله ما شاء الله بيريكومند لك فيديوهات مش فيديوهات عبثيه، وانت مهتم في نفس الوقت بمجال الاي اي، فانت اكيد اخدت بالك ان بقى في نوعيه فيديوهات بتطلع تتكلم على ان التفكير النقدي واحده من المهارات اللي احنا كبني ادمين بنبدا نفقدها واحده واحده، وسرعه فقدانها ليها زادت مع دخول الاي اي. وده احنا هنتكلم في اسبابه وهنتكلم اللي بيحصل. هنتكلم برضو في المغالطات المنطقيه، وهم بسم الله ما شاء الله 18 مغالطه انا ضارب عليهم اكبر قدر من الامثله اللي اقدر احطه عشان اقدر اوصل لك المعلومه بشكل احسن. فتاني استاذنك هات مشروبك، هات حاجتك، انت مش محتاج تشوفني، فممكن تقلب الموبايل او تحطني في تبع الجنب، المهم تبقى مركز في الكلام. شوف الفيديو دوت على مراحل، لان صدقني يعني هو هياخد منك مجهود ذهني. كالمعتاد، انا مش دكتور، انا مش اخصائي نفسي، انا مش عالم في اي علوم من العلوم اللي انا بتكلم فيها، انا بس مجرد شخص بيحاول يفهم هو يعني ايه انسان ويعني ايه يعيش حياة هو مرتاحها مع نفسه ومن العالم بتاعه، ويحاول يفهم الدنيا من حواليه. فكل فهمي ومعلوماتي دي انا جاي اشاركها معاك. انا كاتب سكريبت هنا عشان وعدت فيه كذا يوم بكتبه عشان ما بقاش مشتت في الكلام، فخلينا نقرا من السكريبت. عندك اي سؤال، عندك اي حاجه مش فاهمها، سيبها لي في الكومنتات. انا بحاول واحده واحده نرجع تاني للروتين بتاعي، نبقى برد على كل الكومنتات، بس ان شاء الله خير. كم مره كنا قاعدين في نقاش وحد قال لنا جمله زي كل الناس بتعمل كده، او مش لو انت مش موافقني يبقى انت ضدي، او الدكتور الفلاني قال كده يبقى اكيد كلامه صح. واحنا هنا بنبقى حاسين ان في حاجه غلط في الكلام ده، بس مش عارفين نحدد ايه هي بالظبط. الحقيقه ان الجمله ديت ملهاش علاقه بالصح او الغلط في حد ذاتها، هي ادوات اقناع، طرق كلام بتخلينا نقتنع، مش لان الفكره صح لكن لان الطريقه اللي اتقالت بيها بتخلي مخنا يدخل في حاله ان هو مش قادر يحلل المعلومه، فبيبقى اسهل عليه ان هو يوافقها. الحاجات ديت اسمها في العلم مغالطات منطقيه او logical fallacies. والموضوع دوت مش رأي شخصي، ده موضوع دراسة علم النفس المعرفي وعلم الأعصاب وعلم الاجتماع لعقود، وله تجارب موثقة هنخوض فيها واحدة واحدة على مدار الكلام. بس قبل ما نبدا انا حابب اجرب معاك حاجه عشان نبقى منشطين مخنا. انا هسالك سؤال وهجاوب لك على السؤال دوت في الاخر، بس حاول تتوقع الاجابه ايه. هل الشخص الذكي المتعلم الشاطر في الارقام والتحليل بالذات اقل عرضه انه يقع في المغالطات ديت من الشخص العادي؟ هاجي لك في اخر الفيديو، فكر في السؤال دوت، ومع المعلومات اللي هتعرفها على مدار الفيديو فكر فيها. وفي الاخر هجيب لك البحث اللي اتعمل والتجربة اللي اتعملت على السؤال ده بالذات، بس عشان نقدر نفهم ليه في حاجة اسمها تفكير ليه في حاجة اسمها مغالطات منطقية، لازم نفهم أصلا يعني إيه التفكير النقدي. التفكير النقدي أو كما هو معروف في وقتنا الحالي الكريتيكال ثينكينج، مش معناه إننا نبقى ناس مشككة في كل حاجة، ولا معناها إننا نبقى شخصيات عقلانية مبلدة من المشاعر. التعريف العلمي بتاعه هو القدرة إننا نقيم فكرة بناء على الدليل والمنطق، مش بناء على مين قالها ولا إحساسنا اتجاهها ولا عدد الناس المؤمنة بيها. فخلينا واحدة واحدة نفكك التعريف دوت للخمس مكونات المعروفة عنه.
عشان يبقى اوضح وهيبقى فيه مثال شامل كل الخمس نقاط دي. المكون الاول الا وهو التحليل، تفكيك الفكره لاجزائها. كمثال، خلينا نقول ان زميلك في الشغل قال لك ان احنا محتاجين نغير شركه الشحن اللي بنتعامل معاها. التحليل هنا بيبقى دوره انك تسال ايه المقدمه او ايه المعلومات اللي مبني عليها الراي ده. هل في مشكله فعلا في التسليم او في ايا كان او في السعر او في خدمه العملاء؟ وبعد ما نفكك الفكره ذات نفسها بيجي المكون الثاني وهو التقييم. ايه هو الدليل اللي اتقدم لنا وهل الدليل دوت كافي ولا لا؟ لو هناخد نفس المثال، فلو زميلك قال لك الشحن بيتاخر كتير، التقييم هنا معناه انك تساله بيتاخر قد ايه وعندك ارقام فعليه قد ايه. ده بياخدنا للمكون الثالث الا وهو الاستدلال. يبقى احنا كده اتكلمنا في التحليل والتقييم. الاستدلال هنا هل النتيجه فعلا بتترتب منطقيا على اللي اتقال ولا لا. فعلى نفس المثال، لو زميلك قال لك الشحن اتاخر مرتين في الشهر، مرتين الشهر دوت، يبقى لازم نغير الشركه كلها فورا. السؤال هنا، هل التاخير مرتين دوت كافي انك تاخد قرار بحجم تغيير مورد كامل؟ هتغير قطاع كامل، هتغير شركه شحن كامله عشان مرتين؟ ده بياخدنا للمكون الرابع الا وهو الشك المنهجي. احنا هنا ما نديش موافقه تلقائيه لاي فكره بتجيلنا قبل ما نتفحصها. يعني نتفحصها، اللي هو احنا نقعد نفكر فيها وندور على الادله بتاعتها، حتى لو من مصدر بنحبه او نثق فيه. يعني شخص عزيز عليك جه قال لك المعلومه ديت، فنظرا لان هو عزيز عليك فانت مش لازم تقبل المعلومه على طول، فكر فيها الاول. فتخيل ان صديقك المقرب بعت لك ليتس سي رابط استثمار وقال لك انا حطيت فلوسي فيه جربه، او بعت لك ايا كان ايه وقال لك جرب دوت عشان جربته. ثقتك فيه شخصيا مش بديل عن انك تساله هي الشركه ديت مرخصه، العائد بتاعها ايه، طب ايه الضمانات وايه الامانات، عشان يبقى عندك معلومه اقوى من فكره ان الشخص ده عزيز عليك. اخر مكون في الخمسه الا وهو الوعي الذاتي، او كما هو متعارف عليه وبدا ينتشر الحمد لله حاليا، الميتا كوجنيشن. الوعي الذاتي او الميتا كوجنيشن اننا نلاحظ لما تفكيرنا احنا نفسنا بيتلخبط او بيتاثر من حيث الشخصي. هي فكره تفكيرك في تفكيرك. فلو انت مثلا بتفكر تشتري عربيه معينه، وكل مقال بتقراه او كل ريفيو بتشوفه بتلاقي نفسك بتصدق الشخص اللي بيتكلم دوت عشان هو بيمدح فيه، وبتشك في اللي بينتقد في العربيه او في الشيء اللي انت عايزه. فهنا المفروض يبقى فيه وعي ذاتي، انك تلاحظ انك بقيت بتدافع عن قرارك مش بتقيمه. فتاني، الخمس عناصر اللي بني او بيتكون منهم التفكير النقدي هو التحليل، التقييم، الاستدلال، الشك المنهجي، والوعي الذاتي. دلوقتي احنا الحمد لله بقينا فاهمين التعريف، واحنا فاهمينه في نقطة لازم نوضحها، والنقطة دي كانت مهمة جدا بالنسبة لي. التفكير النقدي مش معناه الاعتراض على كل حاجة وخلاص، مش معناه انك تبقى شكاك، تمام؟ الهدف اننا ندور على اقوى تفسير مدعوم بادله، حتى لو ما كانش الاسهل نفسيا او الاحب لينا. طيب لو التفكير النقدي بالوضوح دوت ليه احنا اصلا بنبعد عنه وبنقع في مغالطات بسيطه زي كل الناس بتعمل كده؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال ده هنرجع بالوقت بس لحظه، وهنسال سؤال غريب: مين اصلا اول واحد لاحظ ان الناس بتفكر غلط؟ وخليني اقول لك اهميه فهم التاريخ ورا العلوم، وفهم هو الموضوع بدأ ازاي. لان اولا، وده برأيي الشخصي، فهمك لتاريخ المعلومة هيكون بمثابة انك بتنور جزء جديد في مخك، وبتنور لمخك مجموعة اسئلة جديدة ممكن يطرحها فتزود من المنفعة بتاعتك لو انت مهتم فعلا بالموضوع ده. تاني حاجة، انك تفهم الكلام جاي من مين هيخلي عندك شعور، او هيزود عندك معيار الاستدلال. انت بقيت فاهم الكلام جاي من مين، هو مش انا اللي جاي اقول لك، هو انا جاي انقل لك معلومه، تمام؟ قبل ما نفهم اللي بيحصل في دماغنا خلينا نسال سؤال: هو مين اصلا اللي بدا يلاحظ ان الناس بتفكر غلط؟ الموضوع مش مجرد ترند طلع على السوشيال ميديا ولا حاجه مع ظهور الاي اي فهي بدات الناس كتير تتكلم عن، او ظهر فكره التفكير النقدي والمغالطات المنطقيه. الموضوع بدا من اكتر من 2400 سنه في اليونان القديمه. اول واحد حط حجر الاساس للتفكير النقدي كان سقراط، لما عمل منهجيه اسمها التشكيك السقراطي. هي ببساطه انك ما تقبلش اي ادعاء من غير ما تفككه باسئله. لو حد قال لك العدل هو انك تدي كل حد حقه، سقراط كان بيسال طيب لو حد مديني سكينه
وانا صاحبها، وبعدين هو جاي عايز ياخدها يقتل بيها حد، هل ارد السكينه دي؟ هل ارد السكينه لو ده عدل؟ السؤال البسيط ده والفكره او الفكره اللي كانت شكلها بديهي بانت انها محتاجه تفكيك عميق. بعد شويه تلميذ ارسطو كان اول انسان في التاريخ يمسك ورقه وقلم ويجمع المغالطات المنطقيه. تلميذ 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 سقراط اللي هو ارسطو كان اول انسان في التاريخ يمسك ورقه وقلم ويجمع المغالطات المنطقيه، ويصنفها في كتاب شهير جدا اسمه تفنيد المغالطات السوفسطائيه. ارسطو لاحظ حاجه في عصره: الناس في النقاشات العامه والمحاكم بتكسب الجدال مش عشان هم على حق، لكن عشان بيستخدموا حيل في الكلام بتخدع عقل المستمع. طيب لو الخدعه ديت مكشوفه من ايام ارسطو، ليه احنا لحد النهارده بنقع فيها؟ عشان نجاوب السؤال دوت هنروح للثلاث علوم اللي انا بحبهم بشكل شخصي: نفسي، اجتماعي، وعصبي. في علم النفس في حاجه اسمها التنافر المعرفي دوت. في سنه 1957 عالم النفس ليون فيستنجر قدم نظريه اسمها التنافر المعرفي او الكوجنيتيف ديسونانس. النظريه بتقول ان لما بنسمع فكره منطقيه بتتعارض مع معتقد جوانا، مخنا بيحس بالم نفسي، وفي الحاله ديت المخ بيبقى عايز يرجع لحاله الراحه بسرعه. كمثال، شخص مدخن من 15 سنه بيشوف تقرير طبي بيوضح ان التدخين بيزود خطر السرطان بشكل كبير، بدل ما يعترف ان العاده اللي عايشها نص عمره ديت خطر عليه، بيقول لنفسه في ناس دخنت طول عمرها وعاشت لحد الثمانينات. ده مش غباء، ده هروب من الالم النفسي لتغيير قناعه عاش بيها سنين. علم الاجتماع بيقول لنا من خلال عالم النفس إيرفينج جينس سنة 1972 إن في ظاهرة اسمها التفكير الجمعي أو الجروب ثينك. اكتشف إن رغبة الإنسان في الانتماء لمجموعة والحفاظ على التناغم بتكون أقوى بكتير من رغبته في إنه يحلل ويفكر صح. مثال: اجتماع شغل، مدير القسم بيضع خطة تسويقية وكل الحاضرين بيهزوا راسهم وموافقين، رغم ان 2 أو 3 منهم شايفين ان الميزانية صغيرة جدا على الخطة دي، بس محدش بيتكلم لان لو حد هيعترض هيبان وكأنه بيعطل كل اللي بيحصل قدام الكل، او هيبان ان هو بيحاول ياخد هو ذات نفسه، الشخص ذات نفسه في الحالة زي دي بيحس اللي هو انا مش هنفرد عن الجمع واطلع انا برأي مختلف. الا طبعا الناس اللي عندها قدر كافي من العلم وثقه من النفس ومش فارقه معاها حاجه، فهي بتبقى عارفه ان التعبير عن الراي اهم من الرضوخ للجمع. علم الاعصاب بيقول لنا في دراسه اتعملت سنه 2016 في جامعه جنوب كاليفورنيا بقياده جوناس كابلن، جابوا 40 شخص ودخلوهم اجهزه رنين مغناطيسي وظيفي. التجربه دي جميله جدا. عرضوا عليهم مقاطع فيديو وحاجج بتهاجم قناعتهم اللي هي مترسخه عندهم. النتيجه: عند اللحظات اللي الشخص فيها بيتمسك برأيه وبيرفض يغيره، بيزيد النشاط في منطقة مرتبطة باللوزة الدماغية الأماجدة، ونفس المنطقة اللي بتستجيب لأي تهديد. فكمثال، لو حد قال لك ان الفريق اللي انت بتشجعه من زمان مش كويس النهارده، احساسك ممكن يبقى قريب من احساسك لو حد هدد بيت اهلك. في المخ في رد الفعل بيختلف طبعا، مش نفس الشدة طبعا لكن نفس نوع الاستجابة. الخلاصة: احنا عندنا مخ بيهرب من ألم التناقض مع قناعته، وبيفضل الانتماء للجماعة على حسب الحقيقة، وبيترجم الأفكار المخالفة على إنها تهديد وجودي فبيقفل المنطق. الثلاث نقاط دول هم الأرضية اللي كل المغالطات اللي جاية هتتبني عليها. دلوقتي بقى واحنا فاهمين احنا ليه متبرمجين نقع في الفخ ده، جاهزين ان احنا نبدأ واحدة واحدة نشوف المغالطات نفسها. ولكن عشان الموضوع يبقى منهج محتاجين نعرف الأول ازاي هي متصنفة. في تصنيفين أساسيين للمغالطات المنطقية. الأول هي مغالطات شكلية، ده خطأ في بنية الاستدلال نفسها بغض النظر عن الموضوع. مثال بسيط: كل القطط حيوانات وكل الحيوانات بتاكل، يبقى كل الحيوانات قطط. الاستنتاج غلط شكليا حتى لو المقدمات صح. كل القطط حيوانات وكل الحيوانات بتاكل، يبقى كل الحيوانات قطط. تمام.
التاني ودوت هو تركيز النهارده، المغالطات غير الشكليه. هنا الخطأ في المحتوى او السياق، وبتنقسم لثلاث مجموعات. مغالطات الملائمه، لما الحجه بتجيب حاجه ملهاش علاقه بالموضوع. مغالطات الافتراض المسبق، لما الحجه بتفترض حاجه لسه محتاجه اثبات. مغالطات الغموض، لما بيتم استخدام كلمه بمعنى غامض يخدم الحجه. بصوا يا جماعه، احنا من هنا بقى يعني بدايه من دلوقتي دماغنا هتلف مع بعض شويه، وانا بجد بدخل في حاله يوفوريا من الكلام عن المواضيع اللي زي ديت. يعني المواضيع اللي ليها علاقه باحنا ازاي بنخدع بعض وازاي بنضحك على بعض وازاي مخنا بيخدعنا. فاتمنى انك تكون مستمتع معايا. دلوقتي هندخل في التفصيل. احنا هنقسم المغالطات ال 18 مغالطه لسبع مجموعات، وعشان كل مغالطه تبقى واضحه تماما هنمشي بمنطق ثابت. مثال اول بسيط ومباشر بيشرح الفكره، وبعدها مثال تاني من الرأي العام والمجتمع العربي بتاعنا، عشان نشوف المغالطة دي بتحصل فعلا في نقاشاتنا الجماعية، مش بس في مواقف شخصية. ونبدأ بأبسط مجموعة وأكتر واحدة بنقابلها يومية لما بنهاجم الشخص بدل ما نرد على فكرته. المجموعة الأولى مغالطات الهجوم على الشخص بدل الفكرة. أول حاجة بتحصل غالبا في أي نقاش بيسخن إن الطرفين بيوقفوا أو بيبطلوا يتكلموا عن الموضوع وبيبدأوا يتكلموا عن بعض. دي اسمها اد هومينم أو الهجوم الشخصي. بدل ما نرد على مضمون الفكرة بنهاجم الشخص اللي قالها. مثال مباشر، في جروب عيلة على الواتساب واحد من الشباب كتب اللي هو مثال تمام، كتب رأي ان مصروفات المناسبات او المصاريف اللي بنصرفها في المناسبات بقت كتير قوي، ولازم نبدأ ناخد بالنا من النقطة دي. فرد عليه واحد من الكبار قال له انت لسه ما اتجوزتش، ازاي هتتكلم عن الموضوع دوت اصلا، او ازاي بتتكلم في الموضوع ده اصلا. هو ما ردش على الفكرة الأساسية، هو هاجمه هو شخصيا. لو هناخد مثال من الرأي العام بتاعنا، واتمنى ان سيكشن او قطاع امثله الرأي العام ده ما يحطنيش في اي مشكله. لو هنبص على مثلا باحث اقتصادي عايش في دولة بره كتب مقال او شير بوست او فيديو بيوضح فيه بالارقام اسباب ارتفاع سعر صرف عملة معينة، بنلاقي ان اغلب التعليقات بتيجي بتقول له انت اصلا عايش في دولة تانية او عايش في اوروبا من سنين، تعرف ايه عن المعاناة اللي احنا عايشينها هنا. احنا هنا سواء الراجل عايش بره او لا، ده ملوش اي علاقة بصحة او خطأ التحليل الاقتصادي اللي هو كتبه. لان احنا هنا المفروض لو هنطبق مبدأ او هنطبق مفهوم التفكير النقدي، ان احنا نبدأ نشوف المصادر اللي هو بيتكلم عليها، ولو هو ما ذكرش المصادر فنسأله على المصادر. ساعتها لو ما قالش المصادر فعلا، لو احنا همجيين وعايزين نهاجم فممكن نهاجمه هو شخصيا. في نسخة أذكى شوية من نفس المغالطة ديت اسمها بالإنجليزي أو بالفرنساوي، أنا مش هنطقه، هو تكو، بما معناه يعني وانت كمان. الرد على النقد باننا نتهم الناقد بنفس الحاجه بدل الرد على مضمون النقد. مثال مباشر سهل ممكن ما يكونش واقعي بس عشان نفهم الموضوع. اخت بتقول لاخوها انت بتضيع وقت على الموبايل، بتضيع وقت كتير جدا على الموبايل بدل مثلا ما بتساعدني في البيت. فهو بيرد عليها بكل بساطه ويقول لها انا بشوفك قاعده على الانستجرام اغلب اليوم برضه، فايه المشكله؟ هو هنا مسار النقاش تحول من ان هي كانت جايه بتشتكي من حاجه الا وهي ان هو مش بيساعدها في البيت، ان هو تحول لان مين بيضيع وقته فيه. مثال من الرأي العام، حد بيكتب بوست بيشتكي من غلاء أسعار أي حاجة. هنقول مثلا عشان الموضوع ده كان لسه حاصل من قريب، هنقول مثلا من غلاء المهرجانات والحفلات الكبيرة. فبنلاقي في التعليقات طب وانت مش بتشتكي من غلاء المعيشة برضه رايح تتفرج على الحفلات ديت ليه؟ التناقض الشخصي المحتمل عند الشاكي حتى لو حقيقي تناقضه في ان هو بيشتكي من حاجه ويل ان في حاجه تانية اهم من يشتكي منها، حتى لو حقيقي ما يلغيش صحه النقطه الاساسيه اللي هو بيطرحها عن الاسعار. ليه المغالطتين دول فعالين جدا معانا؟ لانهم مرتبطين بالدفاع عن هويتنا الشخصيه او الجماعيه، زي ما في ستينجر شرح، اللي بيكون اسهل بكتير من الاعتراف ان راينا محتاج مراجعه، او ان احنا محتاجين نفكر في راي اللي قدامنا. طيب لو ما كناش بنهاجم الشخص احيانا بنعمل حاجه تانية اخطر، بنبسط فكرته لدرجه انها تبقى سهله الهزيمه، والموضوع ده بيستفزني بشكل شخصي. المجموعه التانية مغالطات التبسيط الزائد. المجموعه ديت بتحصل لما فكره تكون معقده، فمخنا بيلجأ ان هو يبسطها بطريقه بتفقدها معناها الحقيقي. اشهر واحده، حتى اعتقد لو حد منكم على الجانب العلمي
من السوشيال ميديا هيبقى سامع عنها كتير مؤخرا، الا وهي مغالطه رجل القش او سترومان فلسي. ديت احنا بتقوم على تشويه راي الطرف الثاني لنسخه اضعف عشان يبقى سهل الرد عليها. مثال مباشر، زميله في الشغل قالت انا شايف اننا محتاجين نراجع سياسه الحضور المرن عشان في ناس بتستغلها. رد عليها زميل في الشغل يعني انت عايزه نلغي المرونه كلها ونرجع لنظام البصمه الغبي. الشخص الاول ما قالش كده. ناخد مثال تاني من الرأي العام، في نقاش عام على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة تطبيق قوانين مرور أشد صرامة زي غرامات السرعة والخوذة الموتوسيكلات. فبيرد ناس كتير يعني عايزين تصعبوا حياة الناس الغلابة اللي بتاكل عيش من لتسي مثلا التوك توك أو الموتوسيكل. النقاش الأصلي كان عن السلامة المرورية وتقليل الحوادث بعيدا عن أي حاجة تانية. تمام؟ لكن اتحول لنسخة مبسطة ومتطرفة سهل جدا رفضها عاطفيا عشان احنا بس مش عايزين نقطع عيش الناس الغلابة. قريب منها مغالطة تانية اسمها المعضلة الزائفة او الفولس ديليما. المغالطة دي قائمة على فكرة ان انت بتقدم خيارين وكأنهم كل الاحتمالات مفيش غير الاتنين دول. مثال مباشر، صاحب شركة صغيرة او صاحب شركة صغيرة بيقول لموظفه يا تقبل المرتب ده زي ما هو يا تسيب الشغل خالص. مع ان في الواقع بيبقى فيه مساحة تفاوض كبيرة. انت في فكرة اللي هو ممكن نقلل عدد ساعات الشغل، ممكن نحط نظام اوفر تايم فنزود لك المرتب بيه، ممكن نحاول نزود عدد المهام اللي انت بتقضيها في نفس عدد الساعات مقابل زياده معينه في المرتب. في نقاش كبير، ممكن نقلبها بارت تايم وخد يعني مرتب اقل بس هتبقى عدد شغل اقل. من الراي العام في نقاش شائع في المجتمع عن الطاقه والكهرباء بيتصور غالبا كخيارين بس، يا نفضل زي ما احنا وناخد كهرباء ايا كان بقى سعرها ايه من محطات تقليديه، يا اما نتحول بالكامل للطاقه الشمسيه وبس هيبقى فيه تكلفه اعلى، من غير ما يتم عرض اي احتمال للتحول التدريجي المتوازن اللي بيتبناه فعليا معظم خبراء الطاقه. تاني، الامثله المباشره والامثله اللي من الراي العام هي امثله فرضيه يعني مش مرتبطه باي شيء. تمام، ومش محدده بالموقع الجغرافي. في شكل ثالث من نفس العيله بتاعه السترومان او رجل القش والمعضله الزائفه، الا وهي المنحدر الزلق او السليبري سلوب، بس دي بتمتد على المدى الطويل. الا وهي انه افتراض ان خطوه صغيره هتؤدي حتما لسلسله نتائج كارثيه. اللي كان اتفرج على اللي كان يعني اللي يعرف اي حاجه عن الكوجنيتيف ديستورشنز او التشوهات المعرفيه والادراكيه والسلوكيه هيبقى بدا يجمع يعني علاقتهم ببعض علاقه التشوهات بالكلام ده، ولكن ده مش موضوع. مثال مباشر على السليبري سلوب هو اب بيرفض يسيب ابنه يسافر رحله تبع المدرسه مثلا يومين وبيقول له انا لو سبتك تسافر المره ديت، او اب بيرفض ان بنته تسافر عشان هو شائع اكتر مع البنات ان بنته تسافر رحله مع المدرسه يومين او مع الكليه يومين، وهو بيقول لها لو سبتك تسافر المره ديت بكره هتبقى عايزه تسافري لوحدك وهتضيع مننا واخلاقك هتبوظ والكلام الجميل ده. من الراي العام كل ما بيتفتح نقاش عن تنظيم عمل تطبيقات التوصيل او الاقتصاد الحر زي شركات التوصيل الكبيره، بيظهر راي بيقول لو سيبنا الشركات الكبيره ديت تشتغل من غير قيود بكره هتسيطر على السوق كله، وكل المحلات الصغيره هتقفل وهنبقى عبيد للتطبيقات ديت. سلسله من الافتراضات الكارثيه من غير دليل حقيقي على ان كل خطوه فيها هتحصل حتما بالترتيب ده. ده ملوش اي علاقه بفكره ان الشخص يبقى بيستخدم مبدا زي الاستدلال، او كان في مبدا تاني بس انا مش فاكر اسمه دلوقتي اللي هو بالتشابه. آم، بالتشابه او بالتباين، انه ده حصل نفس السيناريو قبل كده ونتج عنه واحد اتنين تلاته، فانت جاي عايز تطبق سيناريو شبيه له، ففي احتماليه كبيره ان هو ينتج عنه واحد اتنين تلاته. المجموعه دي كلها بتستغل حاجه اسمها الحمل المعرفي. المجموعه ديت اللي هي ايه؟ اللي هي رجل القش والمعضله الزائفه والمنحدر الظلام، كلها بتستغل الحمل المعرفي او الكوجنيتيف لود، الكوجنيتيف اوفرلودنج. ديت لما مخنا بيواجه فكره معقده بيميل لان هو يبسطها لثنائيه بسيطه، لان التعامل مع التعقيد بيستهلك طاقه ذهنيه كبيره. تمام، فاحنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا على الهجوم الشخصي، اتكلمنا على مغالطه وانت كمان،
اتكلمنا عن مغالطة سترومان أو رجل القش، المعضلة الزائفة، المنحدر الزلق. بعد ما بسطنا بقى الفكرة، احنا أحيانا بنقع في مشكلة إلى حد ما أعمق، ألا وهي إننا بنربط بين حاجتين ملهمش علاقة سببية أصلا. ده ياخدنا المجموعة الثالثة، مغالطات الاستدلال السببي. المجموعة ديت تعتبر من أخطر المجموعات، لأنها بتتلبس شكل علمي وبتقنعنا اننا بنفكر بمنطقيه بينما احنا واقعين في خطأ واضح. اول واحده فيهم هي مصطلح لاتيني اسمه بوست اوك ارجو بروبتر اوك، مغالطه السبب الزائف. خليني افتكر لك بس هي الكلمه ذات نفسها كان معناها ايه. هل بذمتكم في حد بيعمل محتوى عشوائي كده زي الكلمه ذات نفسها after this therefore because of this. المهم هي مغالطه السبب الزائف ديت بتقول ان افتراض ان حدث سبب حدث تاني لمجرد انه حصل قبله زمنيا. بص، المغالطات ديت كلها يعني هتبدا تاخد بالك واحده واحده ان هي مش شرط ان هي تحصل بين الناس، يكفي ان هي تكون بتحصل بيننا وبين نفسنا، وهتفهم ليه بيننا وبين نفسنا بالذات من مغالطه السبب ازاي. مثال مباشر، صاحب محل بدا يحط بخور معين قدام المحل كل يوم الصبح، بعدها باسبوعين لاحظ ان المبيعات بدات تزيد، فبقى مقتنع ان البخور هو السبب. انت يعني لو انت في كلية فاعتقد انك سمعت مثلا عن صاحبك اللي بيحب يحل الامتحانات بقلم معين عشان هو مرة حل بيه ونجحه، فمن ساعتها بقى هو مقتنع ان حظ نجاحه في القلم ده. نفس الفكرة من الرأي العام، بعد ما اتطبق مثلا قانون مرور جديد اترفعت فيه الغرامات بقت اعلى، وحصل تراجع في عدد الحوادث في الاسبوعين اللي بعده. ناس كتير في النقاش العام بيرجعوا ناس كتير في النقاش العام أرجعوا كل التراجع للقانون الجديد بشكل مباشر ومؤكد، من غير إن إحنا نحط في اعتبارنا عوامل تانية زي إن ممكن تكون كانت موسم أجازات، ممكن يكون كان في حركة أقل على الطرق، أو ممكن يكون كان في حملات توعية، أو ممكن يكون كان في لسه حادثة حاصلة فالناس يعني شافت قد إيه الحادثة كانت شنيعة فخافت فبدأت تاخد بالها منها. يبقى في معطيات كتير إحنا بنلغيها بسهولة. المغالطة ديت مرتبط بيها مباشرة مغالطة الخلط بين الارتباط والسبب أو الارتباط والسببية. مثال، في دراسات بتوضح إن الناس اللي بتاكل فطار دسم كل يوم عندها معدل سمنة أعلى، لكن السبب الحقيقي غالبا هو نمط الحياة الكامل مش وجبة الفطار لوحدها. من الرأي العام، نقاش متكرر في مجتمعنا بيربط زيادة استخدام الشباب للموبايل والسوشيال ميديا بتراجع الأخلاق والاحترام بين الأجيال. فبشكل مباشر بقت ناس كتير بتلوم انحطاط الأخلاق اللي احنا فيه، أو اللي الجيل الحالي والقادم اللي هو فيه بسبب السوشيال ميديا، أو لو حتى هنقول إن هو بسبب نوعية أفلام معينة. فاحنا حصرنا فعل أو حصرنا حالة ضخمة ألا وهي انحطاط الأخلاق والاحترام والثقافة لنقطة واحدة، هي السوشيال ميديا او هو المخرج ده بافلامه. ما بنتكلمش على المجمل زي ما كنت كاتب، من غير النظر لعوامل تانية كتير بتتغير في نفس الفترة الزمنية، زي التغيرات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية اللي بتحصل بالتوازي، ومن غير دراسة حقيقية بتثبت ان الموبايل نفسه هو سبب مباشر. اخر واحدة معانا في مجموعة مغالطات الاستدلال السببي الا وهي الهيستي جنراليزيشن او التعميم المتسرع. هي عبارة عن بناء حكم عام من عدد قليل جدا من الامثلة. مثال مباشر، بنت اتعرضت لموقف سيء من اتنين بين زمايلها الجداد في الشغل، فقررت ان كل الناس الجداد ما يتوثقش فيهم بسرعه. اعتقد انت فاهم المثال ده احنا ممكن ناخده نطبقه على ايه. يعني اي فئه اقليه فهي مطبقه المثال ده اوتوماتيكلي، او اي فئه بتتحط في فئه الاقليه. المهم ان احنا بس نروح نقعد مع الدب ما نختارش الراجل. المهم، من الرأي العام بعد انتشار أخبار عن حالات نصب مثلا من سماسرة عقارات، بيتكون رأي عام سريع إن كل السماسرة نصابين، رغم إن الحالات ديت نسبة صغيرة جدا من مهنة فيها آلاف الناس الشرفاء، ودي حاجة حقيقية إحنا أغلبنا سمع عنها، بالذات الناس اللي بتدور في العقارات. ده بيبني صورة نمطية عن مهنة كاملة من عينة صغيرة جدا وغير مثالية. قيس بقى على ده كل اللي يجي في بالك. المغالطات الثلاثة اللي احنا لسه متكلمين فيهم، اللي هي مغالطة السبب الزائف، ومغالطة الخلط بين الارتباط والسببية، ومغالطة التعميم المتسرع،
دول كلهم مرتبطين بمفهوم الارتباط الوهمي، ميل المخ انه يربط بين حدثين لمجرد انهم حصلوا مع بعض من غير فحص حقيقي للعلاقه. طيب لحد دلوقتي كل المغالطات اللي اتكلمنا عليها بتحصل جوه منطق الحجه نفسها. في نوع تاني بيعتمد مش على المنطق لكن على مين بيقول ايه. خليني اشرب ميه، اشرب ميه ومشرب ميه ومعمل قهوه وتعالى تاني. المجموعه الرابعه من اصل 7 مغالطات الاستشهاد بالسلطه والجماعه. نبدا ب appeal to authority او الاحتجاج بالسلطه. دي هنا بتقول ان اعتبار راي شخص صح لمجرد مكانته حتى لو خارج تخصصه. كان في مثالين كنت هموت واحطهم، بس انا مش جاي اثير الجدل، انا جاي انقل لك معلومه عشان بعد عمر طويل او بعد عمر لما ربنا يفتكرني يبقى الشانل ديت لسه موجوده، واتمنى يبقى في ناس لسه بتتفرج عليها وتبقوا بتاخدوا، ابقى باخد ثواب على المعلومات اللي انتوا ان شاء الله تكونوا بتستفيدوا منها. المثال المباشر، مهندس معماري ناجح جدا طلع في فيديو بيتكلم عن في نظام غذائي معين بيقول انه العلاج شبه سحري لمشاكل الهضم. ناس كتير هتاخد كلامه بجديه شديده لمجرد نجاحه المهني في مجال تاني تماما او لمجرد صياغته للكلام. الرأي العام، مثال من الرأي العام، فنان او رياضي مشهور جدا في المنطقة العربية بتاعتنا بيطرح رأي علني في موضوع اقتصادي او صحي معقد. الملايين بتتفاعل وتقتنع بالرأي ده وتنشره، مش لان عنده دليل او خبرة في الموضوع، لكن بس لان قاعدته الجماهيرية ضخمة بتثق فيه في مجاله الأصلي الفن أو الرياضة، وبتمد الثقة ديت تلقائيا لمجالات تانية بعيدة. رأيي الشخصي في نقطة زي ديت او رؤيتي الشخصيه في نقطه زي ديت ان الموضوع ما تدهورش معانا، لان بقى اي حد يقدر يطلع يتكلم عن اي حاجه، وانا ما عنديش مشكله. انا واحد من الناس اللي انا اعتبر اي حد طالع بيتكلم عن اي حاجه، ولكن انا في الاول وفي الاخر بحط المصدر بتاع المعلومه، انا بحط المصادر العلميه اللي انا جايب منها الكلام ده، عشان لو حد عايز يقول لي انت غلط ففي مصدر علمي قول لي ان المصدر دوت غلط وهات لي مصدر بديل له ونتناقش انا وانت هنستفيد. ولكن الموضوع بهوأ معانا لان فعليا بقى اي حد يقدر يطلع يتكلم عن اي حاجه بدون ما يحط اي مصدر علمي له، والموضوع توسع معانا الفكره اسوأ بكتير بالنسبه لي، الا وهي ان قاعده المشاهير بقى ليها تاثير شبه مقدس على جموع الشباب في مجتمعنا من غير ما الشباب تبقى مدركه ان هي بس منساقه. يعني لو هضرب مثال بدون ذكر اسماء عشان بجد انا مش عايز اثير الجدل، انا بس عايز اثير الوعي. في برنامج بيتعرض كل رمضان وكل الناس بتنقسم لان هي بتقول لك البرنامج ده زباله، وفي شريحه منهم بتقول زباله وبيتفرجوا عليه، وفي ناس بتقول لك لا البرنامج ده حلو. ونفس السؤال بيتطرح على البرنامج ده كل سنه، ونفس الموقف كل سنه مع في رمضان، في كل عيد فطر بنلاقي ان كل الشباب عامله نفس الستايل بتاع صاحب البرنامج ده. احنا هنفوق امتى؟ احنا فعليا هنفوق امتى؟ عشان نفهم قد ايه المغالطه ديت خطيره، في تجربه شهيره عملها الباحث ستانلين ميلجرام في جامعه ييل سنه 1963. النتيجه كانت ان 65% من المشاركين استمروا في تنفيذ اوامر مؤذيه لشخص تاني فقط لان شخصيه السلطه امرتهم يكملوا باذيه الشخص ده. ومن السلطه نقدر ننتقل للصوت الجماعي، الباند واجن او الاحتجاج بالشعبيه. ده ببساطه اعتبار الفكره صح لمجرد ان الناس كتير مؤمنه بيها. مثال مباشر، منتج تخسيس معين انتشر بشكل رهيب على السوشيال ميديا، فبنت قررت تجربه هي كمان، عشان مش لانها شافت ان هو ليه دليل او نتيجه، ولكن لان كل صحباتها بيستخدموه دلوقتي. من الرأي العام، حملة مقاطعة أو ترويج لمنتج معين بتنتشر بسرعة كبيرة جدا على مواقع التواصل في العالم العربي بالذات، وفي العالم الغربي برضه والله، والناس بتنضم للحملة ديت أو تشتري المنتج ده بمجرد ما تشوف عدد الناس اللي بتشارك الترند من غير ما تتأكد شخصيا من صحة المعلومة أو الادعاء اللي بنيت عليه الحملة أصلا. الانتشار الواسع بيتحول لدليل بديل عن الدليل الحقيقي. آخر واحدة معانا في المجموعة ديت هو appeal to tradition أو الاحتجاج بالتقاليد. ده اعتبار حاجة صح لمجرد إنها قديمة وقبائلية أو عقدية. المثال المباشر، أم بترفض فكرة إن ابنها ياخد أجازة لتسي مثلا في حاجة زي عيد الأب،
وبتقول له ان ابوك ولا حد من الرجاله في عيلتنا اخذ اجازه زي ديت، الست هي اللي بتربي والست هي اللي عيد الام هو واجازه الوضع وما الى ذلك. من الراي العام في نقاشات عامه متكرره عن عمل المراه او استقلالها المالي، بيظهر راي بيستخدم نفس المنطق ده على مستوى المجتمع كله. جمله بنسمع فاريانتس وتشعبات وصياغات مختلفة ليها بتتلخص في إن زمان الستات ما كانوش بيشتغلوا والبيوت كانت أحسن وأكتر استقرارا. القدم والاستمرارية التاريخية للعادة بيتم استخدامها كدليل كافي على صحتها أو أفضليتها، برضه من غير مقارنة حقيقية للعوامل التانية اللي كانت مختلفة في الفترة دي. هنا بالذات محتاجين نوضح نقطة مهمة، ألا وهي رفض التقليد الأعمى هو مش فكرة غربية دخيلة على تراثنا. الغزالي بيوصف رحلته في من حضيض التقليد إلى ذرى الاستبصار. القرآن الكريم في دعوة متكررة للتفكير والتدبير، ووصف أهل العقل بأولي الألباب. فالقناعة المبنية على تفكير أقوى بكتير من القناعة المبنية على توارث بحت. دي فكرة أصلية عندنا، دي مش فكرة غربية. طيب السلطة والجماعة بيقنعونا من بره، بس في نوع تالت من القناعات بيدخل من أضعف نقطة فينا كلنا، ألا وهي المشاعر. ده ياخدنا المجموعة الخامسة من أصل 7، مغالطات المشاعر والضغط النفسي. appeal to emotion، الاحتجاج بالعاطفة. ده ببساطة استخدام مشاعر زي الشفقة أو الغضب بدل الدليل المنطقي. المثال المباشر بتاعها إعلان لمنتج تبرعات خيرية بيعرض صور أطفال في حالة صعبة جدا وموسيقى حزينة، وبيطلب تبرع فوري من غير ما يوضح فين الفلوس دي بتروح، أو حتى لو بيوضح مش بيوضح الفلوس دي بتروح فعلا ولا لأ، بأدلة من التبرعات القديمة. مثال من الرأي العام في حملات توعية أو دعوة عامة لمقاطعة منتج أو دعم قضية معينة، بيتم الاعتماد بشكل شبه كامل على صور ومقاطع فيديو مؤثرة جدا عاطفيا، من غير عرض أي بيانات أو أرقام حقيقية عن حجم المشكلة أو فعالية الحل المقترح. المشاعر اللي بتتحرك فينا كلنا حقيقية ومهمة جدا، لكن بيتم استخدامها كبديل كامل عن المعلومة أو المغالطة نفسها، بل وبيتم التلاعب بينا نفسيا وعاطفيا عشان بس نحقق الهدف ده. في نسخة أقوى من الاحتجاج أو الابيل تو ايموشن، ألا وهي الاحتجاج بالخوف أو الابيل تو فير. ده بيبقى تهويل نتيجة سلبية عشان يدفعنا لقرار سريع. مثال مباشر، مندوب مبيعات تأمين صحي بيقول لعميل متردد لو ما اشتريتش البوليسة التأمينية ديت دلوقتي وحصل معاك أي حاجة هتدفع من جيبك ملايين وهتخسر بيتك. من رأي مثال من الرأي العام، عناوين إخبارية بنشوفها كتير أو منشورات منتشرة بتستخدم عبارات زي خطر داهم وكارثة قادمة عن موضوع صحي أو اقتصادي، وبتنتشر بسرعة كبيرة كالنار في الهشيم، وبتسيب حالة قلق جماعي وبتسبب حالة قلق جماعي أو حتى تهافت على شراء سلعة معينة، رغم أن الخطر الفعلي بعد الرجوع لمصادر موثوقة بيكون أقل بكتير من الصورة اللي اترسمت من الرأي العام. هنا الخوف بيقفل التفكير التحليلي الجماعي زي ما بيقفل الفردي بالظبط. هنا بالذات بنرجع لنفس النقطة العصبية اللي ذكرناها عن اللوزة الدماغية الأميجدلا اللي بتقلل قدرتنا على التحليل المنطقي وقت الخوف الشديد. طيب لحد دلوقتي شفنا المغالطات بتيجي من بره، بس في نوع مختلف تماما بيحصل جوه بنية الحجة نفسها. ده ياخدنا للمجموعة السادسة من أصل 7، مغالطات بناء الحجة بشكل دائري أو مغلق. أبسط مثال هو السيركلر ريزنينج أو الاستدلال الدائري. هنا ببساطة إن النتيجة بتتكرر كجزء من المقدمة نفسها. مثال مباشر سهل، شخص بيدافع عن كتاب تنمية بشرية معين، بيقول الكتاب ده غير حياة آلاف الناس وده دليل إن كلامه صح، لكن الدليل بيرجع لنفس مصدر الادعاء. مثال تاني من الرأي العام، نقاش شائع عن فعالية وصفة تراثية أو منتج شعبي معين، بيتكرر فيه المنطق ده. المنتج ده معروف وفعال لأن الكل بيستخدمه من زمان، وهو مستخدم من زمان لأنه فعال. أنت فاهم القفلة؟ من غير أي قياس مستقل خارج الدايرة دي، الناس بتستخدمه فبيبقى فعال. في نسخة أذكى شوية منها اسمها No to
سكوتسمان او مغالطه الاسكتلندي الحقيقي. ده بكل بساطه تعديل تعريف الفئه عشان تستبعد اي مثال مضاد. مثال مباشر عليها، حد بيقول التاجر المصري الاصيل ما ينفعش يغش في البضاعه، فيرد عليه حد بس فلان تاجر مصري وبيغش في الوزن، فيرد الاول طيب هو اصلا مش تاجر اصيل، ده نصاب. مثال من الرأي العام، نفس المنطق دوت بيظهر في نقاشات الهوية الجماعية. حد بيقول الشعب العربي كريم بطبعه، فلما حد يجي يجاوب أو يرد أو يقول مثال يعارض الصورة ديت، بيرد ده مش مثال، ده مش ممثل لينا، ده استثناء مش أصل. تاني حد بيقول الشعب العربي كريم بطبعه، فشخص قال لا والله ده في مجموعه من الناس انا اتعاملت معاهم في مواقف كذا ما كانوش كرمه وطلعوا عرب، فبيرد الاولاني عليه يقول له ده مش ممثل لينا، ده استثناء من مش اصيل. بغض النظر عن كتر الامثله المعارضه، التعريف بيتوسع او بيضيق باستمرار عشان يفضل الراي العام الاصلي محمي من اي دليل مضاد. يعني احنا بنفضل نلعب في الكلام عشان ندافع عن اول جمله احنا قلناها. اخر واحده في المجموعه ديت هي البيردن اوف بروف او عبء الاثبات، افتراض ان الفكره صح لمجرد ان محدش يقدر يثبت غلطها. دي مشهوره بشكل غبي لو حد بيحب يقرا في البارادوكسز او في الحلقات الفكريه. اتمنى كنت ترجمت بارادوكس صح. المفارقات. المثال المباشر، حد بيقول ان في منتج معين بيجيب حظ ورزق، ولما تساله عن الدليل بيرد طيب انت مين اللي يقدر يثبت العكس، او هل انت جربت وشفت. من الراي العام، شائعه او نظريه مؤامره معينه بتنتشر بسرعه كبيره على السوشيال ميديا، ولما حد يحاول يطلب مصدر موثوق فيها او موثوق يثبت الشائعه دي، بيكون الرد الشائع محدش يقدر يكذبها لحد دلوقتي، محدش قدر يكذبها لحد دلوقتي، يبقى فيها حاجه صح. غياب التكذيب المؤكد مش نفس معنى وجود دليل اثبات. انا عايزك تلاحظ معايا هنا ان احنا يعني احنا مش نقدر، هو بيحصل ان المغالطات ديت ما بتحصلش فرديه، هي بتحصل سوا. تمام. تمام. المغالطات الثلاثه دول بيفشلوا في اختبار قابليه الدحض اللي وضع اساسها الفيلسوف كارل بوبر. تقدر تروح تسيرش عليها، انا مش عايز اتشعب اكتر من كده. المهم احنا قربنا نخلص، وصلنا لاخر مجموعه معانا وهي مختلفه لانها بتحصل جوه دماغنا واحنا لوحدنا بناخد قرار. اهلا بيك في المجموعه السابعه من اصل السبع مجاميع، مغالطات القرار والاستثمار النفسي. نشرب ميه. اول مغالطه معانا سانك كوست فالسي، مغالطه التكلفه الغارقه. الاستمرار في قرار غلط لمجرد اننا استثمرنا فيه وقت او فلوس بالفعل. مثال مباشر، واحد فتح مشروع كافيه، بعد سنة لقى نفسه بيخسر شهريا، لكن رفض يقفل ويقول انا حطيت في المشروع ده كل مدخراتي، ما ينفعش اوقف دلوقتي. من الرأي العام، نقاش متكرر بيحصل حوالين مشاريع بنية سوري مثال من الرأي العام، نقاش متكرر بيحصل حوالين مشاريع بنية تحتية أو مشاريع قومية كبيرة في دول مختلفة بتستمر رغم ظهور مؤشرات على تراجع جدواها الاقتصادية. والحجه الشائعه اللي بتتقال دفاعا عن الاستمرار بتقول احنا صرفنا عليها فلوس كتير، مش معقول نوقف دلوقتي ونضيع اللي اتصرف. بدل ما يتقيم قرار الاستمرار على اساس الجدوى المستقبليه بس، بعيدا عن حجم ما تم انفاقه فعلا واللي مش هيرجع في الحالتين. اخر مغالطه في الحلقه معانا بس هي اهمهم، فلسي مغالطة المغالطة، افتراض ان الفكرة كلها غلط لمجرد ان الحجة اللي اتقالت بيها كانت فيها مغالطة. مثال مباشر، صاحبك بيقول لك لازم تشرب مية اكتر، انا بشرب 3 لتر يوميا وحاسس بفرق كبير في نشاطي. الحجة دي فيها تعميم من تجربة شخصية واحدة، لكن ده ما يمنعش ان شرب مية كافية مفيد للجسم. فكرة غلط. الفكرة نفسها مثبتة علميا بمصدر اقوى بكتير. تاني، صاحبك بيقول لك لازم تشرب ميه كتير، انا بشرب 3 لتر في اليوم وحاسس بفرق كبير في نشاطي.
الحجه دي فيها تعميم من تجربه شخصيه، هو عمم ان انت لازم تشرب ميه كتير ولازم تشرب 3 لتر، لكن ده ما يمنعش ان شرب ميه كافيه مفيد للجسم. فكره مش غلط، لان الفكره نفسها مثبته علميا بمصدر اقوى بكتير. مثال تاني من الرأي العام، أحيانا بيطرح حد في نقاش عام فكرة صح فعلا، زي أهمية رفع الوعي المالي أو ترشيد استهلاك المياه، لكن بيدعمها بمثال شخصي ضعيف أو إحصائية غير دقيقة، فبيهاجموا ناس كتير وبيستخدموا ضعف الدليل ده كدليل على إن الفكرة نفسها كلام فاضي أو دعاية، من غير ما يفرقوا بين نقد الدليل المقدم ورفض. أنا بس عايز أفتكر أنا كنت كاتبها المقدم ولا المقدم. المقدم. طب نعيد الحتة دي معلش تاني. احيانا بيطرح حد نقاش عام في فكره صح، زي اهميه رفع الوعي المالي او ترشيد استهلاك الميه، لكن بيدعمها بمثال شخصي ضعيف او احصائيه غير دقيقه، فبيهاجموا ناس كتير ويستخدموا ضعف الدليل ده كدليل على ان الفكره نفسها كلام ضعيف او دعايه، من غير ما يفرقوا بين نقد الدليل المقدم ورفض الفكرة الأساسية اللي ممكن تكون صحيحة تماما ومدعومة بمصادر تانية أقوى بكتير لو اتفتشت عنها. أنا بس عايز أعيد الحتة دي كلها تاني وهعيدها بعيدا عن اللي مكتوب هنا. فلسي أو فلسي أو فلسي مغالطة المغالطة هي إن أنا لما أجي أقول لك أنا الكلام اللي أنا بقوله دوت صح، والكلام اللي أنا بقوله ده مفيش حاجة تعكسه، وأكبر دليل على كده إن أنا لما قعدت بصيت على الناس اللي حواليا أخدت بالي إن هم بيعملوا كده. اول نص من كلامي ممكن يكون صح لان انت شايف الكلام وشايف الادله وشايف المصادر وتقدر تروح ترجع وراها، بس تاني جزء انت لو عايز تهاجمني لاجل الهجوم، او لو اي حاجه من اللي انا قلتها دي دلوقتي استثارت جزء فردي او جمعي فيك او قبائلي فيك، فانت هتحس انك عايز تهاجمني. فاول حاجه هتهاجمها ايه؟ اللي هو لا، ما انت كلامك غلط لان انت بتقول لي انك شفته على عينه، انت تقدر تقول لي العينه ضد ايه؟ طب هم مين؟ طب كانوا فين؟ ايه الظروف اللي اتعملت فيها؟ فاهم؟ هتبدا تكسر في الفرضيه الاساسيه اللي هي اصلا مبنيه على علم صح، بس انت بتكسر فيها نظرا لان انا اسندتها لعلم ضعيف. دلوقتي يا صديقي العزيز، انا كان نفسي يبقى ليا لازمه كده او جمله مشهور بيها زي الدحيح مثلا، بس الدحيح اخد يا عزيزي. انا بقول يا عزيزي كتير في حياتنا بسبب ان من زمان وانا بتفرج على الدحيح، وكنت هقول يا انسان بس لقيت حد واخد يا انسان. مش موضوعي. احنا خلاص دلوقتي احنا عدينا على 18 مغالطه. السؤال بقى الطبيعي نعمل بيها ايه؟ نعمل بيها ايه عمليا؟ خليني اقول لك كل الكلام دوت هيفضل نظري لو ما اتبناش، لو ما كوناش عليه سلوك فعلي. فخلينا نتفق على أداة بسيطة، هي مجرد 4 أسئلة هنسألها لنفسنا قبل ما نقتنع بأي حجة أو نشاركها أو بأي رأي أو بأي مقالة بحثية أو بأي حاجة في الحياة. أول سؤال، إيه الدليل الفعلي؟ مش مين قال كده، ولا قد إيه كنت متحمس، ولا قد إيه الموضوع عجبني. السؤال التاني، هل في تفسير بديل لنفس الملاحظة؟ زي مثال البخور والبيع، هل في أي تفسير تاني؟ السؤال الثالث، هل احنا مقتنعين بده لانه صح ولا لانه بيريحنا نفسيا؟ ده اصعب سؤال لانه هيحتاج مواجهه صادقه مع نفسك. احنا في حاجات كتير 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 في الدين كمان احنا مقتنعين بيها ان هي صح لان احنا واخدينها مورثه، مش واخدينها من الدين، احنا واخدينها من الاهل، واخدناها من الاهل مقنعه بالدين. واحنا لو جينا نروح نبص وراها دلوقتي هنلاقي ان هي خارج قناع الدين او خارج اطار الدين، او هي اصلا مصاغه بشكل اهم واعمق وادق في الدين. فبس احنا بنقبلها عشان احنا مرتاحين نفسيا فيها، مش عشان هي صح. السؤال الرابع، مين المستفيد لو احنا صدقنا الفكره ديت؟ زي مندوب التامين اللي كان بيحول الخطر عشان يبيع. اضيف عليهم سؤال خامس انا نسيت بس احطه هنا، او مش سؤال، اعتبرها جمله خبريه. ارجوك لما تيجي تاخد معلومه من حد، ايا كان الحد ده مين، ايا كان دينه ايه، ايا كان قال ايه، ايا كان عمل ايه، ايا كان
بيدعم ايه؟ طالما هي معلومه علميه وهتفيدك في حياتك، ارجوك جرد المعلومه من القائل، اسم خد المعلومه بالادله اللي القائل بيقولها، وبعد ما تاخد المعلومه بالادله من القائل، شوف المعلومه والادله ديت من قائل تاني. يعني محور تفكيرك حوالين اللي اتقال مش مين اللي قال. وفي نفس الوقت ما تقعش في مغالطه ان اللي قال ده لو قال 100 حاجه حلوه وقال 101 وحشه، قال 150 وحشه، قال 200 بعديها وحشه، يبقى احنا هننفي ال100 الصح اللي هو قالهم بالادله عشان هو قال 100 تانيين وحشين. تقصى دايما الكلام اللي بتتلقاه وبتاخده وبتفهمه بعيدا عن القائل، ركز في اسناده المعلومي بس. لو فاكرين بقى دلوقتي السؤال اللي احنا فتحنا بيه الحلقه، هل الشخص الذكي والشاطر في الارقام اقل عرضه انه يقع في المغالطات ولا لا؟ فاحب اقول لك ان الباحث دان كهن في دراسه مرجعيه عملها سنه 2013 بعنوان Motivated Numeracy and Enlightenment Self-Government، اختبر السؤال ده بدقه. جاب ناس بمستويات مختلفه في الحس الرقمي، نيوميريكي او نيوميرسي، يعني الحس الرقمي دوت اللي هو القدره على قراءه وتحليل الارقام والاحصائيات بشكل صحيح، وقدم لهم نفس البيانات بالظبط لكن في نسختين. نسخه قال لهم ان البيانات ديت نتائج تجربه عن كريم لعلاج الطفح الجلدي، ونسخه تانية قال لهم ان نفس الارقام ديت بالظبط نتائج عن تجربه فعليه، عن تجربه فعاليه قانون منع حيازه السلاح. دي كانت تجربه حصلت في امريكا، فموضوع حيازه السلاح ده مثير للجدل هناك، مثير للجدل السياسي. النتيجه كانت ايه؟ في نسخه كريم الجلد اللي عندهم حس رقمي اعلى فسروا الارقام صح بشكل واضح ومباشر، اعلى بكتير من اللي حسهم الرقمي اقل. ده كان النتيجه المتوقعه. لكن في نسخه السلاح يا بطاطسايتي العزيزه، ما انا مش لاقي يا ايه، ما مش عايز ابقى، المهم مش موضوع. في نسخه السلاح انا تهت. ماشي، احنا قلنا في نسخة كريم الجلد هم فسروها في نسخة ماشي، انا مش يعني عيني ساحت وسط الكلام هنا. في نسخة السلاح الناس فسروا الكلام دوت بطريقة تدعم رأيهم الشخصي اللي منحاز خلال القانون ذات نفسه. فالإجابة على سؤالنا لا، الذكاء والمهارة التحليلية مش تطعيم ضد المغالطات، أحيانا بتكون سلاح إضافي بيخلينا نبني تبرير أعقد وأذكى لنفس الانحياز اللي كنا هنقع فيه أصلا. وده بالظبط ليه سوري، وده بالظبط ليه أدلة، ليه أداة سوري، ده بالظبط ليه أداة الأربع أسئلة اللي اتفقنا عليها مش بس للناس اللي مش بتحلل، دي حتى أهم للناس اللي واثقة في قدرتها التحليلية. أخيرا وليس آخرا يا صديقي العزيز، التفكير النقدي مش معناه إننا نبقى ناس باردة أو دايما معترضة، هو إننا نحمي نفسنا من إن يتم التلاعب بينا بطريقة الكلام مش بمحتوى الحقيقي. وزي ما شفنا طول الحلقة، الموضوع مش استيراد فكري من بره ولا اختراع سوشيال ميديا. انت عندك من اول سقراط وارسطو لغاية الغزالي وشكه المنهجي ودعوة القرآن المتكررة للتفكير والتدبير، والفكرة دي امتداد لتراث فكري انساني عريض احنا جزء اصيل منه. المغالطات دي موجودة في كل حوار بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين اللي حوالينا، وفي نقاشنا الجماعي كمجتمع كل يوم من غير ما نحس مرة. فالمرة الجاية اللي هنسمع فيها جملة زي كل الناس بتعمل كده أو خسرنا فلوس كتير ما ينفعش نوقف دلوقتي، خلينا نقف لحظة ونسأل نفسنا الأربع أسئلة اللي اتكلمنا عنهم. لو أنت مش مشترك في القناة، أنا ما يفرقش معايا أنت مشترك ولا لأ، أنا يفرق معايا إن أنت لو شخص بيحاول يفهم نفسه وبيحاول يعيش الحياة بشكل أهدى شكل أهدى بأقرب معيار واقعي ممكن في ظل الظروف اللي احنا عايشينها، إنك تتفرج على باقي الفيديوهات وتقول لي إيه رأيك. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الاستنتاجي والاستقرائي، يعني ازاي بالظبط بنوصل للاستنتاجات من الاساس، وايه الفرق بين اننا نستنتج من قاعده عامه لحاله معينه واننا نبني قاعده عامه
من ملاحظات متكررة. الفهم دوت هيكمل معانا الصورة اللي بنبنيها النهاردة، ويوريكم ويوريني أنا على رأسكم أساس المنطق اللي المغالطات كلها بتحاول تخرق قواعد. أخيرا برضه وليس آخرا، أوف سكريبت بقى، انا زي ما قلت انا ما يهمنيش انت مشترك في القناه ولا لا، ما يهمنيش انت بتعمل لايك ولا لا، انا ما بيهمنيش عدد المشاهدات. انا اكتر حاجه بتهمني وبركز معاها، حتى لو انا عارف ان انا ما بقتش مركز معاها مؤخرا، الا وهي الكومنتات، كلامكم وتفاعلكم، الرسائل اللي بتجيلي على صالحني، الناس اللي بتروح تعمل لي فولو على انستجرام. انا على انستجرام بقدر اتفاعل بشكل يومي بطريقه احسن، وبشارك افكاري العشوائيه العبثيه فعلا اللي بتجيلي، ولو قريت حاجه وجابت عندي فكره بنزلها هناك. انا ما يهمنيش نهائي تاني الارقام، انا يهمني كم المحادثات اللي بتطلع بعد الفيديوهات ديت بس. فاشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. تاني اتمنى اشوفك على انستجرام، واتمنى اشوفك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.